هحكي لكم قصتي من مجرد جرافيك ديزاينر شغال في شركات لحد ما بقيت براند ديزاينر وبرودكت ديزاينر. بقيت شغال من البيت وبقى هو ده دخلي الاساسي. في البدايه كنت مركز على الديزاين سكيلز بتاعتي، فبالتالي بقيت اتعلم كل انواع الجرافيكس اللي تتخيلها، من براندنج لسوشيال ميديا لباكجينج لكل حاجه انت تحطها في دماغك في مجالك. بس المفاجاه ان كل دوت ما كانش كفايه. كان كفايه ان انا اشتغل في شركات، بس عمره ما كان كفايه ان انا اشتغل لوحدي. لكن نقطه التركيز اللي حصلت لما ابتديت اركز ازاي اماركت الخدمات بتاعتي. اول حاجه عملتها اني عملت حاجه اسمها ريبوزيشننج. من الاخر بدل ما اقول للعميل انا جرافيك ديزاينر، لا انا بقول له انا براند ديزاينر. تاني خطوه عديت الانكوايري فورم اللي انا ببعتها للكلاينت، خليته يخش على فورم بسيطه يملاها، وبقيت افهم مشاكله والاهداف بتاعته عشان خاطر اقدر احلها. وهنا ابتديت ابني بروبوزل ليا. البروبوزل دوت بيبقى فيه المشاريع اللي انا عملتها، بيبقى فيها كل الكلام اللي انا اقدر احمي نفسي واحمي الكلاينت من اي حاجه تحصل. بمعنى ان هو لو ساب الشغل في النص مش هرجعه له فلوسه، بمعنى ان هو لازم يشوف شغلي القديم، بمعنى يشوف البروسيس اللي انا هشتغل بيها وازاي هو هيحققها معايا. وفي النهايه لما احط السعر بتاعي هو هيعرف السعر دوت هيدفعه في ايه وايه الخطوات اللي انا هشتغل بيها، فده بيبسطه اكتر وبيديله ثقه اكتر. وابتديت فعلا اشتغل بكده، وبكده قدرت اجيب مشاريع اكتر وما بقاش في كلاينتس كتيره بتضيع مني. لو انت كملت معايا الفيديو لحد هنا فانت مهتم بالموضوع، وهو فعلا موضوع مفيد ومهم عشان تقدر تغير من طريقه شغلك. فكوبايه نسكافيه وعملت لك فيديو على اليوتيوب، هتلاقي اللينك بتاعه في البايو، ممكن تتفرج عليه. شوف الفيديو قولي رايك وتابعني لو انت بتحب المحتوى دوت. سلام.